صباح الفل، صباح الخير، صباح العسل. من غير رغي كتير هنشوف النهارده هنعمل ايه بوفقة الصدور يا بيه. زي ما اتفقت معاكم ان احنا مشغلين لحد العيد بكيلو بانيه، كيلو صدور بقى مش بانيه. المره دي جايه هي سليمه مش متقطعه، ودي تقريبا تالت وصفه اعملها. المفروض 4 وصفات، دي التالته. معلش اعذروني، احنا امبارح جبنا كشري جاهز وكلنا والله، ويا ريتنا ما جبنا 3 علب ب 200 جنيه، لا معاهم رز بلبن ولا معاهم حاجه ساعه. 3 علب كشري جايين ب 200 جنيه ومش هقول لكم جايين منين. وطبعا انا عن نفسي مش هقول طعمه كان وحش، بس مش زي اللي انا بعمله. اللي انا بعمله تحسي بطعم الاكل كده. بس يلا عادي ماشي مش مشكله. يلا نشوف النهارده هنعمل ايه بوفقة الصدور دي، ونعمل وصفه حلوه جميله مشبعه تكفي البيت كله. يلا يا بط. اول حاجه هبتدي اعملها، هحط مكعب زبده او معلقه سمنه في الطاسه بتاعتي، وهحط لها معلقتين زيت. ادي وفقه الصدور اهي، وعدي معايا هتطلع كام شريحه. اول حاجه هقطع الجزء اللي بتسموه الفيليه اهو، هيطلع 4 حتت. الجزء الفيليه ده بيبقى جزئين، جزء والجزء اللي جنب منه. تمام، اهو طلعوا 4 قطع. وبعدين هاخد نص الصدر كده وهقطعه على 2. ده الجزء التاني بيبقى سميك اكتر، فهيتقطع على 3 على 4 على زي ما ايدك تجيب، وبالراحة وعلى مهلك. انا ما بشتغلش بالسرعة دي سرعة المونتاج، عشان محدش يقول ايه السرعة دي. في الزبدة على ال الزيت حطيت الصدور الفراخ، وبدأت احط بهارات، ملح، فلفل اسود، شوية حبهان، وتركاية صغيرة جدا بتوديلك الاكل في حتة تانية، رشة زعتر. وممكن تحطي لو عندك معلقة سماق، بتبقى حلوة جدا. فشوفي انت عندك ايه اللي متاح. انا بجيب شوية حبهان اجمدهم في الفريزر واطحنهم، وبيبقوا عندي كأني بحط فص حبهان واحد مطحون، بيفرق معايا في الطعم جدا. وانا على نفس البوتاجاز اهو، والصدور بتتحمر من الناحيتين، قشرت بطاطسيتين وقطعتهم كده طرنشات، لا محملة ولا رقيق. الصدور اتحمرت تحميرة كويسة، تحميرة كويسة لو سمحتي، تحميرة كويسة عشان بتفرق في الطعم جدا جدا جدا. رفعتهم في نفس السمنة والزيت اللي انا حاطة. هنزل بالبطاطس بتاعتي. البطاطس بتاعتي تتحمر تحميرة كويسة، تحميرة كويسة لو سمحتي. هفردهم في أرضية الطاسة كده، تقدري تشتغلي في حلة، في صينية. بس أنا الشغل في الطاسات يا جماعة مريح جدا جدا، وخصوصا لما تبقى الطاسة غويطة كده. بينجز معاكي قوي قوي، ومريح، واسعة ومفتوحة قدام عينك، تقدري تتحركي معاها براحتك خالص. حمرت البطاطس تحميرة حلوة، أخدت نفس البهارات اللي حطيناها على الفراخ. والبطاطس بتتحمر، قطعت بصل جوليان. وبصل جوليان دي ليها قصة وحكاية والله، واكتشفت ان بنتي في نفس القصة. طيب، انا قايله لكم ان انا بحط في التلاجة من اول الاسبوع 3 قرون فلفل اخضر واحمر، واللي هم الكبار دول، وبشتغل بيهم طول الاسبوع. وهم خدت منهم قطعتين وقطعتهم مع البطاطساية. رفعت البطاطس، نفس السمنة موجودة اهي، ما زودتش عليها. ونزلت بالبصل والفلفل اللي متقطع. البصل جوليان يعني جوانح، يعني شرايح، البصلاية على نصين، وبالجنب شرايح رفيعة كده سلايس. طماطمايه متقشرة، ولو سمحتي هي واحدة طماطم، ما تزوديش صلصة يا حنون، لا اي حاجة تانية يا حنون، لا هي واحدة طماطم متقشرة متقطعة مكعبات. طبعا انا غلطت غلطة كبيرة جدا ان انا حطيت حتة فلفل، لان طلعت حامية قوي. فانت حباها سبايسي حطي، مش حباها حطي حتة رومي خضرة، مش حابة خالص براحتك. في حاجات يا جماعة بتبقى اختياري في الوصفة، وفي حاجات بتبقى ضروري. البصلة اتشوحت دبلت، بس هي وكل الحاجات نزلت بيها على الصدور، ونزلت بالبطاطس. تقليبة حلوة كده، كله يختلط في بعضه، وكله ياخد الطعم بتاع البهارات وطعم التحمير يعني بصي، شقشاق مية صغير اللي هو فنجان. هدي النار، غطي على الطاسة، شكرا. 10 دقايق بس. بعد ال10 دقايق هتشوفي الجمال في بقى. الجمال ده بقى ونقول ايه يا جماله. بصي بقى يا ست الكل، تاخدي سندوتش بعيش شامي، تاخدي سندوتش بعيش بلدي، اللي يعجبك. واصبري عليا، هقولك على حاجه ما حصلتش. شوفي الصوص كده بالبطاطس بقطعه فراخ. استنى ما اطلع اتخن حته ليا.
طبعا سندوتش لا يعلى عليه، تصلح الوجبة للغدا للعشاء زي ما يعجبك. وتقديم بطريقة تانية يصلح للغدا أكتر، إن أنا هجيب أعمل رز بشعرية أو رز أبيض، واخد بقى مجموعة بطاطس على مجموعة صوص من البصل بالفلفل ده على قطعتين صدور وكفاية. وطبعا مفيش تقديم اشيك ولا احلى من كده، واهو ما كلفتكيش كتير وخليتك عملتي احلى غدوه من غير مقادير. يلا يا بطه جربي الوصفه وهتدعيلي باذن الله. يلا بينا، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.